اللي مش متابعني ومش عارفني، انا سمر اولى محتوية المطبخ ويوميات وكل ما يخص المرأة. حابة بس النهارده بقى اجيلكم حاجة حلوة قوي، الفول. طبعا ما ينفعش نكون مصريين ما بنعرفش ندمس الفول ونعمله بأحسن الطرق. انا ب 400 جرام اقل من نص كيلو هنعمل خزين يكفي كتير قوي. الكيس ده ممكن يكفي 4 افراد. طبعا هوريكم كذا طريقة، الطريقة الاسكندراني شايفين كمان، وده الفول احلى فول عربيات طبعا بالطحينة والدلع والزبدة. يلا بينا نشوف الطريقة ونقول بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا قمرات، عاملين ايه؟ النهاردة زي ما قلت لكم في المقدمة هنعمل النهاردة الفول المدمس بطريقة حلوة قوي. ودي المكونات، انا كان معايا نص كيلو فول، ونص كوباية فول مدشوش زي ما انتم شايفين، ونص عدس وليمونة وبصلاية وطماطماية، وطبعا مية سخنة والكركم بتاعنا. خلاص الناس بتحب الكركم ولا لا، انا بحط سنة حاجة بسيطة قوي قوي قوي. يلا نقول بسم الله ونبدأ، عشان الفيديو بتاعنا طويل شوية لان فيه الوصفة وفي كمان نوعين فول حلوين كده نعملهم زي فول العربيات والحلاوة بتاعته ان شاء الله. بصوا بقى، انا قلبت كل المكونات اللي هي العدس والفول المدشوش والفول العادي. والفول ده يا جماعة انا كنت نقعاه خلاص قبلها مثلا 3-4 ساعات. هو كده كده بيقعد على النار براحته. عايزة تنقعي قبلها بيوم مفيش مشكلة عادي، بس انا كنت مستعجل عليه شوية فنقعته قبلها ب3 ساعات، ما بيتهوش يعني. بس انا كنت ساعات ببيته برضو من قبلها، بيكون ايه افضل بالنسبة لي واحسن. اجيب بقى القدرة بتاعتي واحط فيها، ونعمل حساب يا جماعة ان المية لازم تكون كتير وكثيفة، وعلى حسب القدرة بتاعتك هتعملي. ما عندكيش مفيش مشكلة، حلة. خلاص احنا بنحب القدرة عشان لو بوسعة شوية الفول بيغمق مننا، بس ان شاء الله بالطريقة دي وبالليمون وبالظبط اللي انا هقول لكم عليه تنفذوه مش هيغمق معاكم، وهيبقى حلو جدا جدا جدا. وهتشوفي وكمان في حاجة، الفولة لو فاتحة الفول هيبقى فاتح، لو الفولة غامقة هيبقى غامق. فده برضو يرجع يا جماعة لايه، للموجود. تمام كده، خلاص خلصنا اهو. ونبدأ بقى نحط له الطماطمايه والبصلايه خلاص، والليمونة هنسيبها شوية لما يبتدي يستوي هنعصر فوق الوش عشان ما يغمقش ايه معانا. هحط البصلايه والطماطمايه، وهحط فوق الوش شوية الكركم الحلوين. خلاص حطي نص معلقة، ما تكتريش خلاص، عشان الكركم برضو بيغير الطعم وبيبان قوي قوي في الاكل. خلاص نص معلقة صغيرة جدا مش هيبان. خلاص نعصر بقى عصرة الليمونة فوق الوش، نص ليمونة حلو عشان القدرة بيبقى وشها ضيق شوية، لكن لو على الحلة وزعي عصرة الليمونة كاملة على الوجه عشان ما يغمقش، لانه هيقعد معانا على النار فوق ال6 ساعات. انا عن نفسي بسيبه 6 ساعات لان بخليه يغلي، وبعد كده اخلي بقى النار شعرايه شعرايه بالظبط، وبراحته بقى ياخد ويدي مع نفسه لغاية لما يقول لي انا استويت، انا بقيت زي الفل. اهم حاجة يغلي، وبعد كده بخلي النار شعراء. طبعا لو غطيته هيفور، انا بغطيه وبرفع حرف القدرة. بصوا بصوا يعني ايه، حاجة بسيطة كده، بصوا اهو. خلاص بحيث ان هو يبقى متغطي والحرارة فيه. وخلاص انا يا جماعة الفول هنا كده خلاص تمام. بصوا بقى شعراية اهي، 6 ساعات بالظبط انا مخليه على الشعراية كده وسايباه بقى براحته. وبروح واجي عليه وامد المغرفة، اجيب اللي تحت فوق شوية بحاجة بسيطة كده، او اعمل فراغات وازود مية على حسب انتي ما تقدري تعملي، اعملي فراغات ومية كده. بقى استوى معايا، هجيب صينية كبيرة، لازم تعملي الحركة دي، تقلبيه ما تعبيش من القدرة. خلاص القدرة الصغنونة بتاعت البيت دي تقلبيه كله وتفضيه. بصوا بقى بميته، بصوا الحباية عاملة ازاي. اللي عايز ياكل الحباية تمام، عايزة تضربيه في الخلاط وتعمليه مهروس خالص على حسب ما انت عايزة بتعملي. بصوا تبارك الله، بصوا بقى اللي تحت شايفين زبدة. انا طبعا مش حاطه فيه ميه كتير. في ناس تقولك بقى، في ناس بيحبوه بالميه اكتر، لا بحب انا الفوله بفولتها كده. ولو انت عايزه تزوديه طبعا بتهرسيه وتزوديه ميه، تحطي له بقى طحينه بتميمنيه كده تبقى طري خالص زي ما انت عايزه.
احنا قلنا يا جماعة بنمشي على الاساسيات، وبعد كده ايه الحاجات التانية بنعملها زي ما احنا ايه عايزين براحتنا. انا بقى قلبته تقليبة حلوة وابتدي ايه اعبيه اكياس اهو. بصوا 3 مغارف حلو قوي على الكيس. بعمل الكيس ايه يكفي بقى الوجبة معانا، العيلة، على حسب الافراد، الكلام ده كله. فطار، سحور، حتى لو غدا تعملي شوية فول بالخلطة كده، نعمة ونعمة وفضل من عند الله. اهو بصوا نعبي بقى الاكياس ونظبطه تمام التمام. تبارك الله. اهو مفيش احسن من كده يا جماعة. عايزة افكركم بقى الحلوين اللي بيتابعوني، اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس ويكتب لي كومنت حلو. ما تنسونيش في الشير شير شير، وقولوا لي بقى نفسكم في وصفات ايه. وطبعا الوصفة دي نزلت متأخر شوية عشان سحور رمضان، لكن ما تزعلوش هعوضها لكم. وكده ولا كده الفيديو موجود، نقدر نحفظه ونقدر نعمل الفول على طول، مش عشان السحور بس يا جماعة، عشان الفطار واي وقت. وده بيتشال في الفريزر، مش هيقولك لا ولا اي حاجة. وقت ما تعوزيه هتطلعيه، وتبارك الله حاجة نظيفة. الكيس ده انت تروحي تشتريه ب20 و30 جنيه، والله ال10 جنيه بجيب ندعة. فانتي كيس عندك كان في شنطة رمضان، تنزلي تجيبي نص كيلو وتعمليه. خلاص دول بقى انا خليتهم كده بقى نعمل بيهم ايه طبقين فول حلوين كده، نروق بيهم على حالنا. خلاص. والكيس ما شاء الله اللي انا عاملاه ده يا جماعة يكفي عيلة 5 افراد واكتر كمان. خلاص لانك بصي لما بتهرسيه كده وتزوديه، بصي ما شاء الله، بصي بيرمي معاكي. انا هرسته بقى عشان الوصفتين بتوعنا الحلوين دول. انتي مش عايز تهرسيه ما تهرسيوش. هنجيب بصلاية حلوة كده، دي اول وصفة. خلاص. هنعمل وصفة بالطحينة كده وزيت الزيتون والدلع، وصفة تانية بالخضار. اللي حابب دي يعملها طبعا، واللي حابب دي يعملها. الوصفتين حلوين، ينفعوكي في فطار، في غدا، في عشاء، في اي حاجة. احنا كشعب مصري بنحب ايه الفول. دي فلفلاية رومي وفلفلاية حراق، نستغنى عن الحراق لو عندنا اطفال او حد ما بيقدرش ياكل الفلفل الحراق. تمام. دي حتة توم حلوة كده. بصوا بقى تدلعوا المسائل بقى، فول بقى، عايزين بقى فول وندلعه. خلاص ما شاء الله تبارك الله. ده الفول الاسكندراني اللي كله خضار ودلع دلع دلع دلع. الفول التاني بتاع العربية والطحينة برضو هيبقى دلع. دي طماطمية بقى. الفول الاسكندراني انا ما بقطعهاش. خلاص. انا ببشرها، بيبقى طعمها احلى وهي مع الفول غير لما بتبقى سليمة. خلاص. لان الخضار البصل والفلفل بيطرى شوية، الطماطم برضو بتفصل عن القشرة، فانا ببشرها باخد قلبها. في الحلة التانية بقى انا حطيت شوية الفول التانيين. خلاص عشان نعمل، لان الخضار هيحتاج ايه يقعد شوية على النار، فانا سايباه. الوصفة بقى بتاعتنا التانية الحلوة، الفول العادي بتاع العربية اللي بنعمله بالطحينة بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة. كلهم والله حلوين، مش هياخدوا منك ما شاء الله وقت. هنزود له بس شوية مية عشان ده هسيبه على النار ايه حبة بس. ونكمل الفول بقى بتاعنا الحلو. نحط بقى معلقتين طحينة كده حلوين. انا بحبه بالطحينة بصراحة حاجة تانية. بصوا بقى قلت لا معلقتين بس، نزود معلقة كمان. اقلبه وابتدي بقى ايه اتبله. خلاص. بصوا الفول ده احلى فول انا بحبه بصراحة، انا بحبه جدا بالطحينة. غير الاسكندراني او بحبه، بس اللي بالطحينة ده عندي نمبر 1. فول المتين اللي تاكليه يعني ها. شوية الملح بتوعنا، وده كمون وسنة شطة صغيرة، ونديله عصرة الليمون الحلو. خلاص تبارك الله اهو. كده ده الفول بتاعنا ده خلاص كده ايه جاهز. نروح بقى على الفول الاسكندراني ونبتدي ايه. ده فاضل بس احط له شويه زيت زيتون بقى. عندك زيت حار تمام، عندك حته سمنه زي ما انت عايزه، اللي انت حابه تحطيه نوع الدهون بتاعتك حطيه. خلاص. انا كنت حطيت له بصراحه زيت زيتون. كان مديله طعم حاجه تانية. هشيله بقى
ونيجي لبقية الفول الاسكندراني نكمله. خلاص اهو بظبط لكم عشان ايه كان الخضار بقى استوى معايا كده وتمام. ابتدي بقى انزل عليه بالفول اللي عندي. خلاص لان لازم الخضار ياخد له ايه شوية على النار بعيد عن الفول، وده بيرمي معاكي وما شاء الله حلو جدا وبيشبع وحلو حلو حلو بجد. الطريقة بتاعته الفول الاسكندراني او التاني انا بحب الاتنين الصراحة. بصوا خلاص اهو خد له غلوتين معاهم كده. ابتدي بقى احط له، بصي حتى لونه غير، الملح والكمون. طبعا مش هحط شطة لاني حاطه، احط له بس عصرة الليمون بس كده. احلى طبقين فول تاكليهم، وكمان تدمست الفول اللي تجنن مش تقدري تعمليها من حد بره. الف هنا وشفا عليكم وعلى قلوبكم وعقبال كل فيديو. ربنا يحسن ما بين ايديكم وايدي. اشوفكم على خير.